Marc. Sí, Marc Guillén, de Barça TV. Bon dia. Has vingut aquí segur per jugar a la Lliga, la لكي Champions, تلعب grans دوري competicions, الأبطال però والمنافسات divendres hi ha الكبرى، un partit ولكن amistós, que és el Gamper, بدأت el teu debut al Camp Nou. بمباريات المهمة ستكون أول واحدة هي حبية في الجامبر. هل لديك الرغبة وكيف هي الأحاسيس والحوافز لبداية هذا الموسم؟ في كأس الجامبر ستكون لديك نفس الحوافز ونفس الرغبة. أهلا بالجميع. دائما بنفس الرغبة في ألعب المباريات الودية وكأنها نهائي لدوري الأبطال. أنا سعيد للغاية. لماذا؟ لأن أنا في برشلونة. Porque vamos jogar contra ex-companheiros, contra um ex-clube que eu tenho um carinho. سألعب ضد فريقي السابق، ولكنني الآن أدافع عن ألوان برشلونة وسأفعل ذلك بقوة وبفخر. Bon dia a tots. En primer lloc, haig de dir que sempre jugo els partits amb les mateixes ganes, com si fos un campionat. igual un campionat que está برشلونة. سعيد لأنني في برشلونة، وهذه المباراة خاصة جدا لأنني ألعب ضد زملائي السابقين في سانتوس ولدينا علاقة جيدة مع الجميع، لكنني سأدافع عن ألوان البرشلونة بكل اعتزاز. أنت هنا منذ أيام وشاركت في التدريب. ماذا فاجأك في برشلونة؟ المنشآت أو لاعب ما أثار انتباهك أو ماذا فاجأك قبل كل شيء؟ هذه كثير من الأمور جديدة بالنسبة لي. هذه حياة جديدة في نادي خاص وكبير جدا. بدأت بالتعرف على الجميع. الأجواء إيجابية. كل اللاعبين تعاملوا معي بشكل جيد جدا وأنا سعيد بهذا الأمر. هل ترى أننا نعول أكثر ونعطي اهتماما أكثر لعلاقتك الشخصية والكروية بميسي؟ نتحدث كل يوم بطريقة عادية، ليس هناك أي نوع من المشاكل. نحن هادئون. بالنسبة لي يبقى دائما الأفضل في العالم، وأتمنى أن نقدم الكثير. العلاقات جيدة جدا مع ميسي، جيد جدا، شخص كبير جدا. لن يكون هناك أي مشكل من دون شك، لأن ميسي قائد وهو أفضل لاعب في العالم، وأنا أحترمه كثيرا وأنا هنا لكي أساعده. أريد أن أسألك عن المباراة ضد ليخيا غدانسك، وهل تتصور نفس الشيء تلعب 15 دقيقة 15 دقيقة والكثير من الأخطاء؟ وهذا هو ما ينتظرك في أوروبا. هل تتصور أن الأمر سيكون نفسه وسيحاولون إيقافك بكل طريقة في هذه المباراة؟ ربما في البرازيل كانت الأمور أسوأ مما كانت عليه ضد فريق ليخيا غدانسك. كانت أخطاء قوية، ولكن أنا معتاد على هذه المحاولات من المدافعين لإيقافك لأنها جزء من كرة القدم. أريد أن أعرف ما هي الأحاسيس لديك حول المدرب الجديد خيراردو مارتينو. Quines sensacions t'ha causat? Què ens en pots dir d'ell i com ha estat la vostra relació? ما هو الانطباع الذي تركه فيك والعلاقة بينكم؟ مدرب كبير جدا، تيتو تاتا أقصد، ونحن نتحدث كل يوم وكما يفعل مع كل اللاعبين الآخرين. بالنسبة لي فهو شيء جديد لأنه مدرب أجنبي لديه فرصة كبيرة لتدريب نادي كبير. ما هو رأيك وكيف سيتم تعاملك مع مسألة الضغط؟ أنت معتاد على الكثير من الأمور، لديك مسيرة جيدة في البرازيل، لكن هنا في أوروبا الأمور مختلفة. هناك الندية ضد الريال مدريد سيتطلب منك الكثير. كيف ستتعامل مع الضغط؟
سأحاول أن ألعب بكل هدوء، أن أركز دون التفكير كثيرا في الضغط، أنه جزء من اللعبة على كل حال. أنا معتاد على هذا الضغط. كيف أنت على المستوى البدني؟ لأن هناك حديث عن ضرورة أو أنك ازداد وزنك ب3 كيلوغرامات، أو هناك حاجة لتعزيز قوتك البدنية. أنا أتحسن، أقصد كل يوم أتدرب بقوة حتى أكون في أفضل حالاتي البدنية. فأنا بصدد تعويض تلك الكيلوغرامات التي فقدتها في المنافسات الأخيرة. هل هناك شيء ما قد تجعلك تعاني من التأقلم؟ لأن كرة القدم مختلفة، بسرعات سريعة، بهجوم سريع. هل هناك بعض الأمور قد تؤخر تأقلمك مع برشلونة؟ أنا أحاول أن أتأقلم في أسرع وقت ممكن مع طريقة اللعب في برشلونة، فهم يلعبون أجمل كرة قدم في العالم، وأتمنى أن أتأقلم بسرعة مع كل اللاعبين ونتعارف وأن أساعد الجميع. هل ستتحدث مع مارتينو عن كيف سيوظفك على أرضية الملعب، المركز، ما هو دورك في الفريق إلى آخره؟ لا، لم أدخل في هذه التفاصيل بالتدقيق مع المدرب، فنحن معا. من بين الأمور التي تركتها كانطباع في البرازيل طريقة تعاملك مع الاحتفالات بالأهداف، أسلوبك الخاص ورقصتك الاحتفالية وبعض الأمور الخاصة بك. هل تحدث معك أحد من النادي عن هذه الأمور؟ هل أثاروا انتباهك إلى طريقة التعامل في برشلونة وغير ذلك؟ لا، لم يتحدث معي أي أحد. لم أتصرف أبدا من أجل إهانة خصم أو تقليل من الاحترام في اتجاهه. هي فقط احتفال، وتحاول أن تحتفل بهدفك بطريقة معينة، لكن أبدا لم أقلل من الاحترام تجاه الخصم. هناك تحديات كثيرة أمامك. من بين الألقاب التي ستتنافسون عليها، ما هو الذي ترغب أكثر في الفوز فيه في العام الأول في برشلونة؟ ما هو اللقب الذي تريد الفوز به كأول لقب في برشلونة من بين كل الألقاب المهمة التي تنافسون عليها؟ كل الألقاب كلها. هل مر في لحظة ما بذهنك ماذا أفعل هنا عن الانطباع عموما بعد وصولك إلى برشلونة؟ الإحساس كان رائعا جدا، كان أمرا مختلفا للغاية تماما. فهذا حلم كبير كان يراودني وأنا طفل صغير، فأنا أحققه، أن ألعب مع إنياس، مع شافي، مع ميسي، بويول، مع الكثير من اللاعبين. فهذا حلم كبير يتحقق، وبالتالي أنا سعيد جدا أن أكون بين هؤلاء اللاعبين الكبار، فسعادتي كبيرة جدا. بعد أسبوع من وصولك إلى برشلونة، ما هي الانطباعات حول المدينة واللاعبين ومنشأ؟ ماذا طبعك أكثر؟ ماذا أثار انتباهك أكثر؟ المدينة جميلة جدا ورائعة. ما طبعني أكثر ومجموعة اللاعبين أفضل بكثير مما كنت أتصوره. كنت أعرف أنهم جيدين جدا وكبار، لكن الأمور كانت أكثر بعد الاتصال بهم.
أتحدث مع الجميع. لما وصلت وجدت أن الأمور أحلى وأعظم مما كنت حتى أتصور. أتمنى لك كل شيء من البرازيل، كل النجاح في برشلونة. na década anterior, e mais recentemente 3 com a letra R, né? Romário, Rivaldo e Ronaldinho. Você vai mudar essa história a partir de agora, vai escrever a letra N perto do Barcelona, e qual dos três te inspira mais para você ser o que a gente espera que você vá ser mesmo. ستضيف صفحات أخرى في تاريخ برشلونة بعد هؤلاء الثلاثة الكبار؟ إنهم لاعبون كبار جدا، كل واحد منهم كان نابغ في وقته. الثلاثة لديهم الكثير من الأمور ويلهمونني كلهم، وأتمنى أن أنجح في فعل أمر تاريخي كبير في برشلونة مثل هؤلاء. أعرف أنهم يحبونك كثيرا كشخص وكلاعب. الآن ستسافر إلى فلسطين، ما هي رسالة منك إلى الجمهور، إلى الشعب الفلسطيني الذي ينتظرك بفارغ الصبر؟ أشكرهم كثيرا على هذا الحب. قلت أنك معتاد على قوة الدفاعات. هل ستغير بعض الشيء في طريقة لعبك حينما تلعب الآن مع برشلونة؟ هل ستغير بعض الأمور؟ سأحافظ على نفس طريقة اللعب وهو ما جعلني أحقق هذا الحلم، وبالتالي علي أن نستمر في اللعب بنفس الطريقة. أمس شافي هرنانديز قال أنه عليك أن تصنع الفارق. السؤال: هل نيمار مستعد لصنع الفارق في برشلونة وليكون حاسما؟ أنا أستعد، أنا بطور الاستعداد فأنا سأحاول أن أكون في أفضل حالة. إذا استطعت أن أحسم مباريات بتسجيل أهداف أو إهداء الأهداف هذا سيكون دائما مهما. قلت أنك تود أن تفوز بكل الألقاب. على مستوى الفردي ماذا تتوقع من موسمك الأول؟ ماذا عليك أن تحققه حتى تكون راضيا عن عامك الأول؟ هل هناك عدد من الأهداف ما عليك أن تحققه حتى تكون راضيا عن نفسك في أول موسم؟ سأكون دائما راضيا إذا ساعدت الفريق بأي طريقة كانت. إذا قمت بموسم جيد ولعبت بطريقة جميلة سأكون راضيا. أول يوم لما جئت هنا قلت جملة أو جملتين بالكتالانية. هل ستتعلمه فيما بعد؟ ستتعلم الكتالانية فيما بعد؟ بالفعل أنا أنتظر المباراة والبداية في الكامب نو بفارغ الصبر. فيما يخص اللغة الكتالانية فأنا سأتعلمها. أنا بصدد التعلم شيئا فشيئا، وسأحاول أن أطبق وكل مرة أتمنى أن يتحسن مستواي اللغوي في الكتالونية.